رضا عبد العال طلع النهاردة قال الكلام اللي المجلس الأعلي للإعلام وقفوه قبل إفريقيا عشان مقلوش. رضا عبد العال قال بعد الماتش حسام حسن عمل جرمة فنية إنه طلع مرموش لاعب السيتي وسايبلنا فالملعب. زيزو وتريزيجيه لعيبة الأهلي. زيزو وتريزيجيه دول علوا علي المنتخب. 2 لعيبة ملهمش أي دور في الملعب ولا بنستفاد منهم فدفاع ولا فهجوم. هم يجمعوا دي إمكانيتهم لعيبة محلية وده آخرهم يسجلوا فإنبي فبتروجيت، لكن في ماتشات دولية كبيرة مش هتلاقيهم ولا هتشوفهم. فالملعب مرموش طول ما هو موجود. فالملعب مع صلاح الفريق المنافس هتلاقيه عملك احترام واحتي. لو انت كسبان هتلاقيه موقف الدفاع وخايف يهاجم لانهم عارفين موجود. فالملعب وينج السيتي ووينج ليفربول. تقوم انت تطلع وينج السيتي وتسبلي في الملعب وينجات الاهلي اللي اخرهم يلعبوا انبي وفاركو. انت اول ما طلعت مرموش فريق جنوب افريقيا الشوط التاني كله حطك في ال18 وبيهاجم حتي. المدافع بتاعهم كان بيطلع يهاجم بسبب ان موجود. فالهجوم لعيبة خيالات زي زيزو وتريزيجيه وصلاح مش هيعمل حاجة لوحده. وزيزو ده مسكلي كورة في نص الملعب وقاعد يرقص بها يمين وشمال ولا منه عارف يرقص ويعدي ولا منه عاقف يباصي والاخر طلع بيها فالاوت. انت بقى يا كابتن حسام سايبلي البلولوه ده في الملعب وبتطلع مرموش. يجمعوا اسم مصر اهم من المجاملات مش عشان تجامل الاهلي ولاعيبة الاهلي تخسرنا البطولة.